هسألك سؤال وتجاوبني عليه. هو انت دلوقتي بتعمل ايه؟ ممكن كفاية سكرول بقى؟ يعني انت قاعد عمال تسكرول تسكرول تسكرول. طب وبعدين انت بتدور على ايه؟ انت مش ملاحظ ان الوقت اللي بيعدي ده هو عمرك؟ يعني انت كل دقيقة بتعدي دي عمرك انت اللي بيعدي، خلي بالك. يعني الساعات اللي انت قاعد بتسكرول فيها وناسي نفسك دي ده عمرك، مش حاجة جاية من الشارع وخلصنا. لا، ده عمرك اللي هو بيعدي، اللي هو النهاردة عدى يوم. لو انا في سن ال20 فهو النهاردة عدى يوم، ان انا خلاص بقى هدخل على 21، قربت. يوم تاني يوم تاني، واليوم بيكمل اسبوع، والاسبوع بيكمل شهر، والشهر بيكمل سنة. انت مستني ايه؟ او انت بتعمل ايه اصلا؟ وفي الاخر بس مش فالح غير انك تقول مفيش فرصة، مفيش وقت، مفيش ومفيش مفيش مفيش. مفيش ايه؟ هو فين يعني بجد بتضايق جدا لما اجي اقول لحد مثلا استغل وقتك، خد كورسز، طور من نفسك، الكلام ده كله، ولا ايه بيقول؟ اصل ما عنديش وقت. ليه؟ لما مؤاخذة بتعمل ايه؟ حضرتك انت لو نظمت وقتك وسبت الزفت اللي في ايدك الدنيا هتظبط بجد. يعني احنا كلنا لو سيبنا ده هتتظبط. عايز تنجز اي حاجة في حياتك سيبه، ارميه بعيد عنك، حطه في اوضة وانت في اوضة وانت بتنجز. ما لاقيش واحد قاعد بيذاكر ماسك لي التليفون. طب انتوا بس كنتوا بتعملوا ايه؟ بتعمل بيه ايه لا مؤاخذة؟ بذاكر من عليه. بتذاكر والله؟ طب هو هل يا ترى فعلا انت بتذاكر من عليه؟ هل يا ترى فعلا انت بتاخد كل المعلومات اللي انت عايزها من عليه، ولا بتعمل ايه؟ انت ما الا انك قاعد بتتابع حمو بيكا وحموكشة وكان الله يحب المحسنين، وانتي بتتابعي صاحبتك اللي اتخطبت وطليقك اللي اتجوز الحمد لله. انتوا بتعملوا ايه بجد؟ هو انتوا متخيلين ان اللي بيعدي ده عمركم؟ ده العمر يا ناس، ده العمر يا بشر. اللي بيعدي ده عمرك، اللي بيعدي ده حياتك. انت ازاي قاعد كده؟ انا عارفه ان بيعدي علينا اوقات مش بنبقى قادرين، بس دي اوقات معينه. انا نفسي بيعدي عليا اوقات مش قادره، عايزه اقعد على الكنبه بتاعتي كده وامسك التليفون. بس ممكن نص ساعه، ساعه لو سرحت مني على الاخر، بس بقوم اعوضها 3 4 اضعاف. ومعلش ممكن ابقى مقارنه بقبليها معايا اسبوع فرمه نفسي. فساعة وقت فصلان، انا عايزه افصل بقى، عايزه اشوف حاجه بحبها. مش قلنا انا ما بمسكش التليفون خلال اليوم، لا بمسكه عادي، بس مش من اول اليوم لاخره. هو احنا ازاي بجد؟ يعني ممكن نقوم من السرير نفضل قاعدين، يعني اول ما نفتح عينينا كده نروح ماسكين التليفون ونسكرول نسكرول نسكرول. انت عارف انت بتعمل ايه؟ احنا عندنا حاجه في الدماغ اسمها الدوبامين. الدوبامين ده هو السبب اللي بيخلينا نكمل سعي بقى واستمرار في اليوم ويخلينا يبقى اليوم بتاعنا لطيف وطلع بأعلى انتاجية. تمام. طيب الدوبامين بتاعك انت اول ما تفتح التليفون، شفت خبر حلو شفت خبر وحش، الدوبامين بتاعك بيعلى. تمام. استنى بس انا هوريكم حاجه، يعني انا هرسمها لكم، خليكم بس ثانيه معايا. بصوا كده، ده الدوبامين. حلو. انا شفت خبر حلو او خبر وحش خلال اول ما فتحت التليفون، فالدوبامين عالي 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 عالي، وصل لحد هنا، وصل لأعلى نقطة المفروض كان يوصل ليها خلال اللي هو آخر اليوم بقى. حلو. فيبدأ الدوبامين يرجع. طب مش يرجع لنفس النقطة، لا هيرجع أقل، ويبدأ يرجع تاني، يعلى، ويرجع أقل تاني، ويعلى تاني، ويرجع أقل تاني. قبل ما تيجي لآخر اليوم الدوبامين بتاعك مش هيبقى موجود أصلا. انتوا مدركين انتوا بتعملوا ايه؟ احنا بندمر نفسنا. يعني انت اول ما فتح عينك انت بتمسك التليفون. طب ما انت ممكن بدل ما تمسك التليفون اول ما تفتح عينك، قوم خد شاور، فوق، اعمل فطار، صلي، اقعد 5 دقايق كده ولا ربع ساعة في هدوء. انتوا بتعملوا ايه؟ انتوا بتدمروا حياتكم وتدمروا نفسكم و بتبوظوا كل حاجة اصلا. انتوا بتبوظوا النظام اللي ربنا وضعنا عليه، بتبوظوا النظام اللي ربنا حطنا عليه. انتوا متأكدين اصلا ان دي حياتكم اللي انتوا عايزين تعيشوها؟
اللي انتوا بتعملوه دلوقتي هو نتيجته هتحصدوها 5 6 سنين لقدام، واللي انت عملته السنين اللي فاتت انت بتحصد نتيجته دلوقتي. لو ما قمتش بدأت دلوقتي في اي حاجة مش هتبدأ. ما تستناش الوقت المثالي، ما تستناش الظروف المثالية، ما تستناش لما الظروف تتحل، ما تستناش لما الماديات تتحسن، ما تستناش ما تستناش ما تستناش ما تستناش اي حاجة، لان مفيش ظروف مثالية ومفيش حاجة هتتحسن، مفيش حاجة هتتحل. مفيش حاجة بتتحل اصلا الا لما احنا نقوم ونحاول ونجرب. مفيش الكلام ده. انتوا مدركين انتوا بتعملوا ايه في نفسكم؟ فوقوا بجد. العمر مش هيتعوض، حياتكم مش هتتعوض. يعني احنا بنسمع كتير قوي دلوقتي عن ان شباب كتير قوي ربنا بياخد وديعته منها بتموت. طب هل يا ترى انت ضامن ان بكره وبعده هيبقى معاك؟ طب ما تقوم تسعى دلوقتي. ما انت لما تقف قدام ربنا هيقولك عمرك عملت فيه ايه؟ ال15 ولا 20 سنه ولا 30 سنه اللي انت عايشهم دول عملت فيهم ايه؟ استفدت بيهم ايه؟ خدمت حد؟ ساعدت حد؟ ساعدت نفسك؟ طورت من نفسك؟ طورت من وقتك؟ طورت من عقليتك؟ ما كل دي وزنات انا هحاسبك عليها. كل دي حاجات انا هحاسبك عليها. ولا انت كنت بتسمع حمو بيكا وحموكشة مش عارفه مين وتشوفي صاحبتك وصاحبك وقريبك وقريبك؟ انتوا بتعملوا ايه يا جماعه؟ انا مش متخيله بجد. هو انتوا ازاي مش بتبقوا قاعدين كده مرعوبين وانتوا ماسكين التليفون؟ انا عن نفسي لما بمسك التليفون بقى قاعده مرعوبه، اللي هو في حاجه كده جوايا وفي دماغي، يا بنتي خلي بالك كل دقيقه بتعدي ده عمرك، خلي بالك ده عمرك، خلي بالك ده عمرك. انتوا بقى بتعملوا ايه؟ طب سيبنا بقى من كل الكلام ده. انا عن نفسي كبسنت لما بمسك التليفون نص ساعه متواصله بص الاقي عينيا وجعتني، صداع، ضغطي وطي، ارهاق في جسمي، مش قادره. ايه ده؟ ازاي ممكن حد يمسكه ال 24 ساعه؟ بجد انا اعرف ناس بيمسكوا ال 24 ساعه، خلاص بقى بالنسبه لها ادمان. فوقوا يا جماعه، فوقوا. ده عمركم اللي انتوا بتضيعوه، مش وقت جايبينه من الشارع. الوقت هو الحاجه الوحيده الغير متجدده في حياتنا. الوقت اللي بيعدي هو غير متجدد في حياتنا. فبجد حاولوا ان احنا نستغل وقتنا بافضل صوره، عشان احنا اللي هنخسر، محدش غيرنا تاني هيخسر.